هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. حابة النهاردة أبدأ معاكم بحكمة عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وهي: حريص على أن لا يرى بي كآبة فيشمت عدو أو يساء حبيب. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان هو مش عايز يبين للناس اللي حواليه لو هو متضايق او حزين، عشان لو كان عدو عارف ان العدو ده هيشمت فيه، وده امر طبيعي. بس عارفين قال ايه كمان؟ ان القريب منه وحبيبه مش عايز ان هو يعرف انه حزين او متضايق لحسن يضايقه بضيقته. مش اللي الناس دلوقتي ماشية ترند عليه، وهي ده: انا لو متضايق اللي قدامي يستحملني غصب عنه، مهما طلعت فيه وغلطت فيه وقسيت عليه او عملته باسلوب مش حلو، لا هو المفروض يستحملني. وكله بيشجع بعضه على الموضوع ده، بالرغم ان في الحقيقة حبيبك ده هو مستحملك علشان بيحبك، علشان بيعزك. مش معناها ان انت تستغل حبه ليك فتدوس عليه اكتر وتيجي عليه اكتر لمجرد بس ان انت متضايق. ويا بقى لو الشخص ده بدأ يوريني ويوضح لي قد ايه هو موجوع من طريقتي، ابدأ انا بقى اهاجمه، وازاي هو مش مستحملني، وان هو شخص مش كويس، وابدأ ابرر لنفسي التصرفات اللي انا بعملها. ومش بعيد كمان اخد قرار ان انا مش عايزه اتعامل مع الشخص ده تاني، واقنع نفسي ان هو كان توكسيك وان هو ما استحملنيش. في الحقيقه انا اللي توكسيك، وانا اللي ما قدرتش ان هو بني ادم زيه زي اي حد. الطبيعي ليه طاقه، والطبيعي ان انا احترمه. مش معنى ان احنا متضايقين ندي الاحقيه لنفسنا ان احنا نيجي على اللي قدامنا مره واتنين وتلاته واربعه، وفي الاخر نقول اصل احنا متضايقين او احنا بنمر بفتره صعبه. الطبيعي ان انت لو بتمر بفتره صعبه حبيبك او القريب منك يستحملك، وده شيء طبيعي. بس مش طبيعي ان انت تستمر في ان انت تضايقه اكتر واكتر وتطلع كل ضيقتك فيه. ومش بعيد كمان تبدأ تهينه او تضايقه او تقوله كلام يوجعه لمجرد ان انت متضايق. لا، ده مش حق. الصح ان انت لما تكون بتمر بفترة صعبة او في موقف معين مضايقك، تروح تتكلم مع اللي انت بتحبه او بتعزه او القريب منك ان انت بتمر بواحد اتنين تلاتة، وان انت محتاجه جنبك، وان هو محتاج يتفهم اللي انت بتمر بيه. وصدقني هو لو بيحبك بجد، ولو شخص عزيز عليك وانت عزيز عليه، هيستحملك وهيستحمل كل حاجة بتمر بيها، وهتخرج من اللي انت بتمر بيه وهو لسه موجود جنبك. بلاش ندي لنفسنا المبررات ان احنا نيجي على اللي حوالينا لمجرد ان احنا مش عايزين نشوف حقيقة تصرفاتنا اللي بتأذي اللي حوالينا. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.